عايزه اقول لكم ان دي احلى طاسه بطاطس ممكن تاكلوها، ده من احسن مطعم ممكن تاكلوها منه، بجد تحفه. لازم تجربوها وترجعوا تقولوا لي جوع اخر الليل. خطيره، تنفع غدا وتنفع عشاء. تعالوا نشوف هنعمل ايه. حمرنا طبعا بطاطس بالطريقه العاديه خالص، عملتها معاكم في القلايه الهوائيه. ارجعوا هتلاقوا كل تجارب القلايه في القناه، هتعجبكم ان شاء الله وتستفادوا منها. حمروها بالطريقه اللي انتوا حابينها. عايزين تسلقوها اسلقوها، بس هي بتتعمل متحمره. عايزين تسلقوها وترجعوا تحمروها برضو اللي يريحكم. معايا طاسه بقى وعلى النار. هنعمل بشاميل تمام كده، او وايت صوص زي ما بتقولوا عليه. حطيت زبده وزيت. انا عملته معاكم كتير جدا، وعملته معاكم على البارد، كان خطير قوي للناس اللي عندها عقده البشاميل. هيسهل عليكم. كل معلقه من الماده الدهنيه زيها بالظبط دي تمام. انا عملت معلقتين، عملت معلقه زبده ومعلقه زيت، وعملت زيهم معلقتين دقيق تمام. بس انا حسيت ان هو تقيل او الدقيق اكتر من الماده الدهنيه، فانا زودت حبه زيت. عايزين الماده الدهنيه بقى دي براحتكم، عايزين تستخدموا زبده وزيت او سمنه او زيت بس او زبده بس، اللي يريحكم. بس الخليط ده بصراحه انا ما عنديش بعمل اللي هو كنا الاول بنعمله بالسمنه البلدي. هو بصراحه خطير، بس كده اخف واحلى بكتير. مش عايزه دي ياخد معايا لون. اول بس ما تشموا الريحه هنحط اللبن عادي بقى، سخن سقعان ولا هيكتل معاكم. اهم حاجه تقلبوا بسرعه تمام كده. وتقريبا اخد معايا كوبايتين لكوبايتين ونص لبن. طبعا لو بعمل مكرونه انتوا عارفين ان انا بزود من ميه المكرونه، بتفرق جدا في القوام وفي الطعم. بس انا هنا مفيش مكرونه خالص، فانا بزود لبن تمام كده. هحط الملح وفلفل اسود ومرق الدجاج. لو ما جربتوهاش مع البشاميل لا جربوها هتعجبكم. ورشة جوز الطيب بتوديه في حتة تانية خالص، بجد جربوها خطيرة. هي رشة بسيطة بس بتفرق في التركاية اللي بتخلي البشاميل بتاعكم مميز. هوصل للقوام اللي انا عايزاه، ولا تخلوه تقيل ولا خفيف. طبعا هنحط جبنات دي اختياري، بس طبعا انتوا عارفين الجبنات بتفرق برضو في الطعم، وهي اصلا طاسة بطاطس بالجبن، وهنحط عليها مكونات تانية دلوقتي ممكن تبقى بطاطس بالجبن بس. اللي يريحكم دلعوها بالطريقة اللي انتوا تحبوها. جوع اخر الليل ودلعوا نفسكم وعيشوا بقى. تمام كده. لما الجبنة معايا ساحت كنت طبعا محمره البطاطس وحط عليها بهارات بطاطس. البهارات دي انا بجيبها من عند العطار، بتبقى حلوه قوي زي البهارات اللي بناكلها من المطاعم، بتبقى جميله جدا. او اي بهارات انتوا حابينها تمام كده. انا هحط البطاطس بتاعتي وهقلب كويس قوي. هي كده تمام وممكن تاكلوها، بس احنا لسه بقول لكم عايزين ندلعها شويه لان دي جوع اخر الليل. هقلبها في البشاميل زي ما انتوا شايفين كده. بس انا هقلبها واحط كل مكوناتها وهاكل على طول. يعني انا مش هحط البطاطس واحط المكونات واسيبها واركنها، لا هتلاقوا البشاميل تقل معاكم والبطاطس شربت البشاميل تمام كده. انا هنا بقى الدلع بتاعي ايه؟ كان عندي شويه لانشون، كان عندي شويه بسطرمه حطيتهم. انتوا هنا ممكن تحطوا سجق، ممكن تحطوا فراخ ستريبس، ممكن تحطوا لحمه مفرومه مثلا، اللي انتوا حابينه. مش عايزين تحطوا حاجه خالص عادي زي الفل. هي كده خطيرة، طعمها بجد وهم. لازم تجربوها. ولو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش تحطوا اللايك الجميل اللي زيكم وكومنتاتكم الحلوة، وتشتركوا في القناة لو اول مرة تشوفوني، وقولوا لي بتتابعوني من اي بلد. لازم تجربوا وترجعوا تقولوا لي في الكومنتات. ولو ما جربتوهاش لا فايتكم كتير جدا. هنا بقت تمام معايا. هحط الموتزاريلا على الوش، دي اختياري طبعا، بس احنا عايزين الدلع يبقى الاخره. انتوا ممكن بعد ما تحطوا الوش ده تحطوها تحت الشواية وتاخد معاكم لون، بس انا مش عايزاها كده. انا عايزاها حاجة خفيفة وسهلة وسريعة. هغطيها بس شوية تمام. بعد ما احط الموتزاريلا بتاعتي هغطيها عشان تسيح تمام كده. دقيقتين 3 وتبقى معايا جاهزة. وشايفين الجمال والحلاوة. ولازم تجربوا وترجعوا تقولولي في الكومنتات. خطيرة يا جماعة، خطيرة. من الاكلات السهلة السريعة اللي تنفع فطار وغدا وعشاء. بقى جنب الاكلات الشعبيه. ونزلت معاكم الفلفل والبتنجان او المسقعه القرديحي بطريقتين، ارجعوا شوفوها. فدي ممكن تبقى وجبه غدا خطيره جدا. هستنى رايكم في فيديو ايه النهارده، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه.